قال في أول كتابه: ذكروا أن الجهمية يقولون أنه ليس بين الله عز وجل وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون هو فوقه وفوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان. حقيقة أنه هذه المسألة افتراء. فمثلا كيف افتراء؟ الألباني قال إنه الإباضية والمعتزلة يقولون بأن الله في كل مكان، ولعل هذا عني أنا العبد الفقير لله يقول أيضا بما يقتضي أو يصرح بمثل قولهم، يعني أنا كمان بقول إنه الله في كل مكان. طبعا هذا باطل من القول، لا المعتزلة بيقولوا هالكلام، ولا الإباضية، ولا العبد الفقير، ولا الأشعرية رضي الله عنهم، وحتى ولا الجهمية. خليهم يثبتون لنا بإسناد صحيح عن الجهمية إنهم بيقولوا هذا الكلام. فأنا في الجزء الثالث من تناقضات الألباني الواضحات أتيت للألباني وأنا أرد عليه وهو حي يرزق وقرأ هو ذلك، بأن النصوص من أئمة الإباضية ومن أئمة المعتزلة أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن أن يكون في كل مكان. هذا افتراء وغير صحيح الكلام. فهم بدهم يلبسوا هذا اللبس، كل واحد يخالفهم يقولوا هو يقول الله في كل مكان وحالل في الأماكن القذرة وإلى آخره، وهذا ما في مسلم أبدا عاقل يقول، إلا إذا في ناس بالمرة يعني فقدوا عقولهم مثل هؤلاء كمان. طيب، ثم روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة في أوائل الكتاب كتاب العرش بإسناده عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء. هذا حديث باطل موضوع، حتى الألباني ضعفه في عدة من كتبه. صوروا كيف بدهم يصوروا للناس عن رب العزة، يعني بنجمع الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة والواهيات والآثار وما يقال عن كعب الأحبار وما يقال عن فلان وهب بن منبه وإلى آخره، ونعمل صورة للإله. وأنتم بتعرفوا أنه حتى وصل الحال بهم أنه جابوا حديث إن رأيت ربي بصورة شاب أمرد، يعني خلوا ربنا بصورة إنسان شاب أمرد. وهذا ابن تيمية كما تعلمون صحح هذا في التأسيس في الرد على أساس التقديس فيما أذكر، وقال بإسناد صحيح، وقال إنها رؤية عين مش رؤية منامية، رأيت ربي بصورة شاب أمرد. فهم يصورون الله حسب العقائد هذه الإغريقية واليونانية إنه عائلة الآلهة وإنهم يتقاتلون، وعندما يتقاتلون يصدر صوت الرعد، يعني هيك اليونان تصوراتهم عن الآلهة. فهؤلاء يقربون ذلك، يعني قريب من هذه الأمور.